السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم باتيس نور حلويات نور. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير. الوصفه ديالنا ديال اليوم غادي تكون طويسات اللي كيمشيو في لي بلاطو ديال صابلي، لي بلاطو دو بريستيج، وكذلك ممكن انكم تخدموهم كوم دي طارت، دي ميني طارطوليت او لا طارت كبيره، علاش لا. فغادي نشوفوا اليوم العجين ديال لي طارطوليت، وغادي نشوفوا كذلك واحد الحشوه اللي كتجي معلكه رائعه بزاف بزاف. فكنتمنى انكم تتابعوا معايا الفيديو للاخير باش نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجوا اليوم باش نحضروا هاد الطويسات، فاول حاجه غادي نحضروها اليوم هي العجين ديال صابلي اللي غادي نحضروا به الطويسات ديالنا ديال اليوم. غادي نحتاجوا 125 غرام ديال الدقيق، 60 غرام ديال الزبده من اصل حيواني، عندي هنايا نص بيضه، وعندي واحد 25 غرام ديال السكر سنيده وفاني، وواحد الرشيشه ديال الملح. ونقولوا بسم الله ونبداو طريقه التحضير اللي هي جدا جدا بسيطه. غادي ناخذوا طحانه ولا هاشوار ولا اللي بغيتو نتوما ولا العجانه اللي كتفضلوا. غادي نوضع فيها الكميه ديال الدقيق اللي عندي زائد الزبده. غادي نرمل هاد المكونات كما غادي تشوفوا معايا هنايا في لا فيديو. فوالا، غادي ندير واحد الرشيشه ديال الملح كيف العاده، ما غاديش نكتر، رشيشه ديال الملح. وغادي نضيف واحد القليل من الفاني. الفاني بالنسبه لي انا كنخدم بهذه البنات، كنتمنى ان تكون واضحه عندكم. هنايا كما كتشوفوا غادي نضيف واحد الرشيشه ديال الفاني. فوالا، غادي نضيف السكر سنيده. غادي ندمج هاد المكونات حتى ترمل ليا مع بعضها، وغادي نجمعهم بهذاك البيض اللي عندي تما نص بيضه. كنضيف هذاك البيض اللي عندي وكنجمع العجين كما غادي تشوفوا معايا. فالمقادير راها مضبوطه 100%، فكنتمنى انكم طبقوا هاد الحليوه هادي او هاد لي ميني طارطوليت كيف ما عطيتهم لكم. ما كياخذوش وقت طويل، دغيا كيوجدوا، والاهم من هذا انه ناجحين وكيجيو لذاذ. انا غادي نخدمهم بواحد الطريقه اللي نقدر انني نقدمهم هكا في لي بلاطو مع صابلي، كيمشيو مع صابلي بريستيج، لي بلاطو دو بريستيج اوسي، يعني كيجيو راقيين. كما كتلاحظوا معايا الكميه اللي عطيتكم ديال البيض نص بيضه، فهي كافيه انها غادي تجمع لينا هذا الخليط هذا. العجينه ديالنا ها هي تجمعات، غادي نوضعها في بلاستيك، غادي نحتفظ بها واحد ربع ساعه في الثلاجه. في هذا الاثناء غادي ندوزو باش نحضروا الكريمه ديال اللوز اللي غادي ترافق لينا هاد لي طارطوليت. فما تمشيو فين، خليكم معايا. الا كنتو مازال كتابعوا الفيديو ديالي فما تنساوش الضغط على زر اللايك. ودابا البنات من بعد ما حضرنا العجين ديالنا ديال الصابلي او العجين ديال الطويسات اللي غادي نحضروا اليوم، فغادي ندوزو باش نحضروا الكريمه ديال اللوز اللي غادي نرافقوا بها او اللي غادي نعمروا بها هاد الطويسات هادو. كيف ما كتشوفوا معايا المقادير راه هي كتبان امامكم، راها شي حاجه قليله كيف ما قلت لكم باش تشجعوا انكم تجربوا. فغادي نقول لكم المقادير وميم طون غادي نخدموا. غادي نحتاجوا واحد 50 غرام ديال الزبده، انا هنا كنخدم بالزبده من اصل حيواني. غادي نحتاج معاها واحد 50 غرام ديال السكر سنيده. غادي ندير معاها واحد الرشه ديال الملح، واحد شويه ديال الملح، وغادي ندير معاها واحد شويه ديال لاغوم ديال الفاني. كما كتشوفوا معايا غادي ندمج هاد المكونات، وهنا يستحسن ان الزبده تكون بحراره الغرفه، يعني تكون الزبده بوماد بيضه كامله. الحجم ديالها يكون صغير الى يعني متوسط الى صغير الى متوسط. وغادي نخلط مزيان هاد المكونات هذه اللي عندي حتى كندمج مزيان هذيك الزبده مع البيض ونحصل على خليط كريمي، ونرجع نتلاقى معكم. فخليكم معايا. وهنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما كنكون دمجت الزبده مع البيض غادي نضيف الدقيق اللي عندي هنايا البنات. عندي 15 غرام ديال الدقيق. غادي نضيف النواشف كلهم
عندي هنا 25 غرام او عفوا 25 غرام ديال بودرة اللوز. عندي هنايا 25 غرام ديال بودرة النوازيط، و15 غرام ديال بودرة ديال اللوز مطحون بالقشرة ديالو. طبيعة الحال غادي نخلي لكم جميع يعني المقادير غادي تلقاوها في صندوق الوصف، يعني غادي نخليها لكم مضبوطة في صندوق الوصف. صافي كندمج هاد المكونات هنا كما كتشوفوا امامكم حتى كيتداخلوا ليا مع بعضياتهم. غادي نذكركم مرة أخرى بالمقادير. عندي درت 50 غرام ديال الزبدة، 50 غرام ديال السكر سنيدة، درت فاني ورشة ملح، درت 25 غرام ديال بودرة اللوز بلا قشرة، 25 غرام ديال النوازيط مطحون بالقشرة ديالو، وعندي 15 غرام ديال الدقيق و15 غرام ديال اللوز مطحون بالقشرة. هذه هي المكونات اللي درت امامكم، غادي تلقاوها في صندوق الوصف، وغادي تلقاوها كذلك بكميه مضاعفه بالنسبه للبنات اللي بغاو يحضروا كميه اكثر. هنا كما كتشوفوا من بعد ما دمجت العناصر اللي عندي مزيان، فغادي نديرها في بوش، غادي نحتفظ بها في الثلاجه، وغادي ندوزو باش نشوفوا الفاصوناج ديال العجينه ديال لي طارطوليت ديالنا او ديال لي طارطوليت ديالنا كما كتشوفوا معايا. فانا هنا غادي نحتفظ بالخليط هذا في بوش نحطه في الثلاجه، ونرجع معكم باش نديروا الفاصوناج ديال لي طارطوليت ديالنا. فخليكم معايا. من بعد ما حضرت الكريمه ديالي ديال اللوز والعجين طبيعه الحال اللي غادي نديروا به لي طارطوليت ديالنا، هنا هادو هما الطويصات اللي غادي نخدم بهم كما كتشوفوا معايا. غادي نخلي لكم القياس ديالهم في صندوق الوصف. بالنسبه للقياس ديالهم فهو 5.5 من الفوق، 5.5 من الفوق و4 من التحت، 5.5 من الفوق و4 من التحت. دونك غادي نقولوا بسم الله. هنا عندي الدقيق، عندي النوازيط كما كتشوفوا ايفيلي، عندي هنايا صوص الكراميل. فغادي نقولوا بسم الله وغادي نبداو نطلقوا العجين ديالنا. فخليكم معايا نطلق العجين ديالي ونرجع نتلاقى معكم. اذا رجعت معكم البنات. هنا من بعد ما طلقت العجين ديالي فكنطلق العجين على واحد السمك اللي كيكون رقيق ورقيق بزاف كما كتشوفوا معايا. كنتمنى انه يكون واضح لكم. فنفس ما عودتكم دائما سواء في الصابلي سواء هكا في لي طارطوليت، كندير واحد الرشيشه ديال الدقيق كما كتشوفوا معايا هنايا، واحد المسيحه هكا ديال الدقيق بهذا الشكل هذا. وكنرجع كندير الورق ديالي وكنقلب العجين الجهه الاخرى هكا باش ملي كنطبعو كيتهز معايا بسهوله. بالنسبه للطويصات ديالنا فما محتاجينش اننا يعني ندهنوهم، لان العجين راه بالزبده باش مخدوم. فكنجي هنا كنقطع بهذه الكيفيه وكناخذ وكنلبسها لي طارطوليت ديالي بهذه الكيفيه، وكنزول الزوائد من بعد. هانتوما شوفوا معايا الطريقه جدا سهله وبسيطه ما كتاخذش منا وقت. هانتوما البنات كندير هاد الطريقه هذه. كناخذ واحد السكين وكنبدا كنزول الزوائد اللي عندي بهذه الكيفيه، واللي هما كنعاود انني كنجمعهم في الاخير وكنعاود نعجن بهم يعني نطبع بهم. هانتوما البنات بهذه الطريقه اللي كتشوفوا امامكم. اذا انا باش ما نطولش عليكم لا فيديو، لان الا غادي نكملهم كلهم كياخذوا شويه ديال الوقت، فانا غادي نوريكم هنا بعجاله اشنو اللي غادي نديرو. اول حاجه كناخذوا واحد شويه ديال صوص الكراميل كما غادي تشوفوا معايا. كنوضعوا هنايا في الاسفل بهذه الكيفيه، وكنعمر
لي طارطوليت ديالي بالعجين ديال اللوز اللي حضرنا مع بعض بهذا الشكل هذا اللي واضح امامكم. كنعمروش بزاف، يعني كنخليه واحد شويه، وغادي نجي لهنايا للوجه وغادي ندير نوازيط ايفيلي بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا امامكم هنايا، بحيث انه كيجيوني بهذا الشكل هذا اللي واضح لكم في الكاميرا. فوالا، فانا غادي نكمل الكميه اللي عندي كلها بهذه الطريقه هذه، ومنين نكملهم نتلاقاو ان شاء الله باش نهضروا على الطريقه ديال الطياب ديالهم. ودابا البنات كما كتشوفوا معايا هنا كملت الكميه اللي عندي. هنا عطاتني تقريبا واحد 20 ديال الطويصات فحال هادو. باقي عندي واحد شويه ديال العجينه تقريبا اللي عمر ليا واحد 3، ولكن الكريمه صافي كملتها، يعني ما بقاتش عندي. فالمقادير عطيتهم لكم البنات مضبوطين 100%. كنتمنى انكم تجربوهم بهذه الطريقه. كما كتشوفوا هاد لي طارطوليط او هاد الطويصات ما فيهمش العذاب، يعني كيعمروا وكيطيبوا يعني كاملين مره واحده. ومني كنخرجوهم من الفرن فقط كنكتفيو اننا كنديروا لهم شويه ديال السكر كلاصي في الوجه ديالهم او القليل من الناباج، ولكن كنخليو حتى الوقيته اللي كنبغيو نقدموهم. فانا في هذه الاثناء كنسخن الفرن على 150 درجه من الاسفل فقط، كندخلهم كيطيبوا. بالنسبه لي انا الفران اللي عندي ففيه الفونتيلاتور، فكيكونوا طابوا من التحت وكيكونوا طابوا من الفوق بلا ما كنضطر انني نشعل لهم من الفوق. بالنسبه للناس اللي عندهم الفرن بدون مروحه، او بالنسبه للناس اللي عندهم الفرن ديال الغاز، فكيطيبوا على عافيه مهيله. حتى كنشوفوا هاد الجوانب بدات كتذهب لينا صافي، وكنديروا العافيه عاود مره اخرى فوق منهم باش كيذهب الوجه ديالهم، كياخذ واحد اللون دوغي يعني ذهبي زوين خفيف. ما نحرقوهمش بزاف، ما نطيبوهمش بزاف، باش تبقى لنا الحشوه اللي لداخل تبقى لنا محافظه على التعليكه ديالها. فانا غادي نطيبهم ونرجع نتلاقى معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. فكنتمنى الا تابعتوني حتى لهذه اللحظه، كنتمنى ما تنساوش الضغط على زر لايك، وكذلك مشاركه الوصفه مع احبابكم واصدقائكم. فخليكم مع الشكل النهائي ديالهم من بعد ما نطيبهم. ومعايا وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا ديال اليوم. هذا هو الشكل النهائي ديال الطويصات اللي حضرناهم باللوز ونوازيط. بالنسبة للكمية اللي تحصلت عليها فهي 20 حبة. أما الثمن المقترح للبيع فهو 200 درهم للكيلو، لأن كيف ما شفتوا معايا خدمناهم بالنوازيط ايفيلي، نوازيط لداخل، زبدة سبيسيال. فكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم واستحسانكم. هاد الطويصات هادو كيمشيو في لي بلاطو دو بريستيج، كيمشيو في البلاطو ديال لي طارط، وكذلك مع البلاطوات ديال حلويات اللوز. ما تنساوش زر لايك تضغطوا عليه، وكذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.